بسم الله الرحمن الرحيم. اهلا بكم اعزائي المشاهدين في حلقه جديده من برنامجكم الكوره مع ميكا. ليله حزينه على جماهير الكوره المصريه عموما. الزمالك اتهزم من الترجي 2-0 في مباراته الثالثه في دوري المجموعات، والاهلي اتعادل على ارضه وسط جماهيره 2-2 مع صن داونز. اهلا بيكم. نبتدي حلقتنا النهارده بمباراه الزمالك والترجي التونسي اللي كانت بتلعب في تونس على ملعب رادس، وانتهت بفوز الترجي التونسي 2-0 في مباراه ولا اسوأ لنادي الزمالك. الزمالك ابتدى اول ربع ساعه الى حد ما متماسك ونشط، وكان له بعض المحاولات الهجوميه وخصوصا من احمد سيد زيزو اللي كانت كل كوره بتجيله كان بيشوط على الجول، وكان بيمثل خطوره على مرمى الترجي. ولكن بعد شويه وقبل نهايه الشوط الاولاني الهدف الاول جه للترجي، وتقريبا الزمالك مات اكلينيكيا بعد الهدف ده. وابتدى الشوط الثاني والزمالك كالعاده بيلعب مباراه الى حد ما تحس ان هو فاقد الامل في المباراه وهو بيلعب اصلا، وشيكابالا فيريرا ما اعرفش بيلعبوا من اول مباراه لتقريبا قبل نهايتها بحاجات بسيطه، ومقعد اللعيبه الشباب اللي هي تقدر تجري وتقدر تعمل مجهود وتجيب الكوره وتجري وتطلع قدام وتهاجم وتدافع، ومنزل لي شيكابالا اللي تقريبا بطل كوره. ده غير الاخطاء اللي فيريرا مصمم عليها كل مره، ولعب دونجا والسيسي، وزي ما قلنا اتنين كلاسيكيين جدا ما لهمش اي لازمه في الملعب، يكفي واحد منهم ويلعب جنبه سيف فاروق جعفر. يعني لو جيت تتكلم على فريق الزمالك عموما هتلاقي ان لاعبته تقريبا كانت خارج الخدمه كلها، بدايه من شيكابالا لعمر جابر لزيزو للسيسي لدونجا. يعني لعيبه وجودها في الملعب زي قلتها، وزي ما قلنا قبل كده في حلقات ما ينفعش فريق واخد الدوري السنه اللي فاتت تروح تغير الفريق كله وتجيب فرقه تانيه. السنه دي 11 لعيب جابهم المستشار مرتضى منصور في بدايه السيزون، وكانوا كفيلين بانهاء النظام والسيستم اللي الفريق بيشتغل عليه طول السيزون اللي قبل كده بقياده فريرا. ونهار نادي الزمالك تماما بالصفقات دي، بغض النظر عن انها صفقات مميزه ولا لا، ولكن اندماجها مع الفريق ما كانش اندماج صحيح. عشان كده شفنا اللي بيحصل في الفريق دلوقتي، والفريق مفكك تماما، لا دوري محلي نافع ولا دوري ابطال افريقيا شافع. نقطه سريعه قبل ما اخش على مباراه النادي الاهلي. النهارده تم الحكم على مرتضى منصور. محكمه النقض ايدت الحكم السابق من محكمه الاستئناف، وهو حبس المستشار مرتضى منصور شهر مع التنفيذ، وتم ترحيله النهارده لاحد السجون. وبكده نادي الزمالك حسب اللائحه هيضطر انه يعين احد الاعضاء او اقدمهم ليتولى رئاسه النادي مؤقتا لحين انتخاب رئيس نادي جديد. نخش على مباراتنا الاهم النهارده، وهي مباراه النادي الاهلي وصن داونز، واللي انتهت بالتعادل 2-2، واللي كانت نتيجتها مخيبه للامال وخصوصا جماهير النادي الاهلي. يعني الاهلي مش احسن من الزمالك، يعني الزمالك اذا كان واقع فالاهلي اوقع منه، ولكن النادي الاهلي النهارده كان على فترات بيستحوذ على المباراه وبيستحوذ على الكوره وبيقدر يبني هجمات، ولكن ما كانش بيقدر ينهيها الى حد ما. وكان ممكن عبد القادر يخلص المباراه من بدايتها. لو كان عبد القادر شاط الكوره دي من مره واحده كانت جات جول، لكنه سند وشاط. ده عبد القادر زي ما احنا عارفين اللعيب ده تقول عليه لعيب فنان ولاعيب تعبان في نفس اللعبه الواحده. كان واضح من سير المباراه ان النادي الاهلي واقع بدنيا، ولكن النادي الاهلي بعد ما كان متاخر بهدف وضاع محمد هاني ضربه الجزاء اللي كان ممكن النادي الاهلي يعدل بيها النتيجه، قدر النادي الاهلي يجيب هدف التعادل والهدف الثاني قبل نهايه المباراه ب 15 دقيقه. انت فريق مرهق بدنيا، ليه تجاري صن داونز في اخر 15 دقيقه وتلعب مباراه مفتوحه؟ انت خلاص جبت اللي انت عاوزه الثلاث نقط. احنا هنا ما بنلعبش على سكور، انت بتلعب على 3 نقاط، اي نتيجه تاخد بقى الثلاث نقاط. انت 2-1 اموت المباراه، اريح الماتش على الاخر، استحوذ بقى والعب لورا والعب لقدام ويمين وشمال وورا وقدام والكلام ده، اموت الماتش وخلص المباراه على كده. ليه اللي يخليني اهاجم وفاضل ربع ساعه في الماتش وانا كسبان، وانا اصلا مش قادر اهاجم؟ الصراحه اخر ربع ساعه ما عجبنيش فيها كولر على خالص، تحس انه كان مش موجود وضيع مجهود الفرقه النهارده على الفاضي. والنادي الاهلي خسر المباراه كان في غايه الحاجه لنقاطها الثلاثه، وبيزيد موقف النادي الاهلي سوءا في البطوله الافريقيه. ولكن نتمنى الاهلي يفوق في المباراه الجايه، وهنلاعب القطن الكاميروني المباراه الجايه. دي كانت حلقتنا النهارده، اتمنى تكون عجبتكم واشوفكم في حلقه قريبه ان شاء الله. كوره مع ميجا.